مساء الخير متابعيني الكرام. النهارده هنعمل حته جين اكله وهنحطها في السندوتشات، يعني تكات وصفات دندونه هتعمل لكم عربيه احلى سندوتشات في الكون. يلا بينا نشوف الطريقه، يلا بينا. بصوا حبايبي، انا حاطه الوك بتاعي اهو يسخن. فاكرين السجق بتاعنا اللي احنا كنا عملناه مع بعض اهو. انا هبتدي ان انا اقصه من بعضه اهو زي ما انتم شايفين عشان انا مربطاه. فانا هبتدي اقصه كده من بعضه اهو. بصوا سهل ازاي اهو. بصوا انا بطلعه من الفريزر يا دوبك. بصوا ما شاء الله اهو، الله اكبر عليه. حاجه كده لو جربتوها يا ريت اللي عايز يشوف الطريقه يخش ويشوف الفيديو. حلو قوي 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 قوي. انا عملته في البيت اهو، جميل جدا جدا. وهعمله بقى ايه مع ايه هتشوفوا دلوقتي حالا حالا حالا. انا اهو بقصه. بصوا سهل ازاي، سهل ان انا اقصه. يعني ممكن تحطوه بحاله كده او تقصوه من بعضه كده زي ما انتوا شايفين اهو اهو. انا قلت ايه، انا مرضتش اقصه فقلت اقصه قدامكم اهو. بصوا يعني انا لو جايباه من عند الجزار كان زمانه فكك من بعض اهو. بصوا اهو سهل ازاي اهو. دلوقتي بس انا بقص الحاجات دي كده اهو، وهو هيتفكك من بعض اهو. شايفين اهو بقى وحدات منفصله بدل ما بقوا ايه لازقين في بعض اهو. هاجي هنا وهعمله مع البطل بتاعنا كبده وقوانص. اه والله كبده وقوانص اهو. انا بس يسخن معايا. بصوا حبايبي ونقول بقى ايه بسم الله. اول حاجه هعملها اهو، هنزل بالقوانص بتاعتي بحالها كده. انا ما قطعتهاش ولا اي حاجه اهو. تمام. انا بحب الصوص ده جدا. ده اول حاجه هنزل بيها اهو. وبعدين كالمعتاد بصوا فصين مستكه اهو. ما بحطش اكتر من دول، لو حطيته كتير على فكره بيمرر الاكل اهو. ليه انا نزلت بقى بالقوانص الاول؟ عشان القوانص اكتر حاجه تاخد وقت سوا عن الكبده. فانا هنزل بالقوانص بتاعتي كده هديها تشويحه حلوه مع رشه فلفل اسمر. هدلعكم انا النهارده. عايزه تحطي ماده دهنيه حطي، مش عايزه تحطي، هي عموما بتنزل الماده الدهنيه بتاعتها اهو. زي ما انتم شايفين كده. وهنزل بالسجق بتاعي. انا هحطه له قطع، عايزه تقطعيه براحتك اهو. نديله ده كله مع بعض نشوحه كده اهو اهو زي ما انتم شايفين. بصوا ان شاء الله اهو. مش محتاجين نحط بهارات ولا اي حاجه. هي الاكله دي كلها كده يعني بسم الله معلش متعودين على كده. بسم الله. الاكله دي كلها متعوده على
هنا انا مبهره السجق بتاعي. فانا مش محتاجه بقى ان انا احط بهارات وحاجات كتير وكده، لا، كل حاجه عندي لازم ان انا احطها في اصولها علشان الاكل ما يمررش مني ويبقى طعمه مش حلو. يعني انا هنا مش هعتمد على البهارات. انا في اي حاجه انا بقول لكم انا بحط بهارات، انما هنا انا مش هحط اي حاجه خالص غير الفلفل الاسمر شويه اللي انا رشيتهم على القوانص، وهحط شويه سماق. اكتر من كده مش هحط اي حاجه تاني خالص. اهو هي لازم تتحمر معايا كويس قوي. بصوا حبايبي عشان الفيديو ما يطولش هحمرها كويس وهرجع لكم تاني. بصوا حبايبي اهو، بصوا حمر معايا اهو زي ما انتم شايفين كده. هبتدي انزل بالكبده بتاعتي اهي، بسم الله. طبعا احنا غسلينها كويس قوي اهو. ودوقوا بقى الطعم بقى ان شاء الله، هتاكلوا احلى سندوتشات كبده او قوانص وسجق. يعني حاجه كده اختراع، بس جميل جدا 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 اهو. احنا بنخلي الكبده زي ما قلت لكم اخر حاجه، لانها هي تستوي على طول، هي ما تاخدش ثواني اهي. تاخد برضو تقليبتين برضو مع الخلطه الجميله ديت اهي. بس ما تقلبوهاش كتير عشان ما تاكلوش منها اهي. بصوا ما شاء الله اهي بتبتدي تاخد لون اهي. بصوا شايفين ودي القلوب بتاعتها برضو اهي. بصوا ابتدت تاخد لون ازاي اهي. هنيجي بعد كده بقى، انا عندي بصل، وعندي فلفل حامي، وعندي فلفل رومي، ومعلقه ملح. خلاص الاكله بتاعتنا كده خلصت كده، مش هضيف عليها اي حاجه تاني غير شويه معلقه سماق اهي، وشويه فلفل ابيض اهو. خلاص مش هضيف اي حاجه تاني اهو. قلب الكلام الجميل ده كله مع بعض كده اهو. كده اهو. الجمال. وبعدين هنحط عليهم معلقة ثوم كبيرة حلوة كده اهي.
نقلب الكلام الجميل ده كله مع بعض كده. اهو بصوا بقى، عدوا على ايديكم 5 دقايق وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، خلاص عدوا ال5 دقايق اهو، زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله اهو. بصوا خلاص كده. هاجي انا بقى اعمل ايه بقى؟ بسم الله. هروح حاطه مثلا مقدار معلقتين ليمون، لو عندك ليمونتين اعصريه اهو. بسم الله. خلاص كده مش هحط حاجه تاني اهو. حلو، عصرنا عصير ليمونتين اهو. وبعدين هبتدي اطفي عليه واحط، عمل كده دي واحدة بقدونس. خلاص خلصت الطبخة معايا اهو زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله تبارك الله اهي، قلبتها كلها مع بعض اهي زي ما انتم شايفين. خلاص خلصت معايا ما شاء الله اهي. بصوا شكلها اهي، ايه رأيكم؟ وبعدين هبتدي اجيب العيش بتاعي. انا عملت جنبيها سلطة طحينة اهي، عملت سلطة طحينة. وبعدين ادي الجرجير بتاعي اهو، غسلته كويس قوي وهعصر عليه برضو ليمونة اهو. وبعدين هبتدي افتح العيش بتاعي كده اهو. وبعدين اروح جايبه احط جرجير، واحدتين جرجير كده اهو. وبعدين ابتدي اخد الخلطة الجميلة بتاعتي دي اهي واروح حطها في الساندوتش اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو. وبعدين اروح حط عليها معلقة طحينة اهو. برضو اهو. بنفتح الساندوتش بتاعنا كده اهو، بحط فيه واحدتين جرجير اهو كده. وبعدين بنزل اي حشو بقى عايزه تحطي، عايزه تبدأي بالكبده والقوانص الاول اوكي، عايزه تحطي زي ما تحبي اهو اهي. وبعدين بنزل بالطحينه بتاعتي اهو وهكذا اهو. بفتح كده وبحط اهو. ادي القوانص بتاعتي اهي، ادي السجق اهو. وبعدين
هعمل باقي السندوتشات وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، وادي الشكل النهائي اهو، ما شاء الله تبارك الله، الف هنا على اللي هياكل. وادي اهو، بصوا الساندوتش اهو، هندوقه مع بعض اهو اهو. ادي الساندوتش اهو، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله اهو، بسم الله. اهو. تحفه 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 تحفه. ده السجق، وادي كبده، وادي القوانص، تحفه اهو. جميل جدا 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 جدا. جربوا الوصفه ديت ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. عملنا سندوتشات اهي، عملت لكم عربيه عربيه السندوتشات بحالها، بس في خلطه واحده بقى حلوه، جربيها. لو انتي لسه ما اشتركتيش يلا اشتركي وزي ما عجبتك الوصفه يلا بسرعه عايزين نشير الفيديو ده لاكبر عدد ممكن عشان غيرنا برضو يستفاد ويعمل نفس الوصفه دي ان شاء الله وتاخد الاجر والثواب. ومحتاجه دعواتكم كتير ليا واحلى كومنتات. بحبكم في الله، تزوروني في فيديو جديد تكات وصفات دندونه. باي باي.